في وقت قليل جدا اتغير العالم حوالينا بطريقة ما كناش متخيلينها. بقينا نسمع عن مصطلحات زي العالم الافتراضي والميتا فيروس والواقع الممتد، وكأننا في فيلم خيال علمي. بس الحقيقة احنا مش بنتفرج، احنا بقينا جزء من الفيلم ده. طيب يعني ايه عالم افتراضي؟ العالم الافتراضي هي بيئة رقمية بتدخلها من خلال جهاز معين، زي نظارة الفي ار مثلا، وبتعيش فيها تجربة شبه الحقيقة. المكان اللي انت بتشوفه مش حقيقي، لكن احساسك بيه ممكن يكون اقرب جدا للواقع. يعني ممكن تمشي، تتكلم، تقابل ناس، وتعيش تجربة كاملة وانت في الحقيقة قاعد مكانك. فكرة العالم الافتراضي مش جديدة، بدايتها كانت تجريبية من سنين طويلة. في الستينيات بدأوا العلماء يفكروا هل ممكن إنسان يعيش تجربة واقعية بالكامل من خلال جهاز. وكانت البداية بأجهزة بدائية ورسومات بسيطة جدا، لكن مع التطور السريع في التكنولوجيا خصوصا بعد 2010 العالم ده اتطور بشكل مذهل. والنهاردة مع تقدم التقنيات والرسوم والذكاء الاصطناعي وأجهزة الواقع الافتراضي بقينا نقدر نعيش في عوالم افتراضية شبه الحقيقة. الموضوع مبقاش مقتصر على الألعاب بس، لأ، في اجتماعات شغل كاملة بتتعمل جوه الواقع الافتراضي. في جامعات بتشرح محاضراتها من خلال ال VR. فيها متاحف ومعارض ومؤتمرات وحتى مدن كاملة افتراضية بقت موجودة. لكن لما تدخل في عالم مش حقيقي لفترة طويلة دماغك ممكن تتأثر. المخ بيبدأ يتعود على البيئة الجديدة، وده بيأثر على استجابة العقل الحقيقي. ناس كتير بقت تحس بالغربة لما ترجع للواقع بعد فترة طويلة من العالم الافتراضي. وفي بعض الحالات الناس دي بتفضل تقضي وقت طويل جوه العالم الافتراضي عشان تهرب من ضغوطات الحياة. العالم الافتراضي مش دايما حاجة إيجابية، في مخاطر حقيقية زي الإدمان، إنك تقضي ساعات طويلة يوميا بتفصل عن الواقع تماما. وكل خطوة بتعملها جوه العالم الافتراضي ممكن تكون متراقبة أو متسجلة. يعني ممكن تتعرض لسرقة بيانات. وغير كده العزلة عن المجتمع، العلاقات بتتحول لعلاقات رقمية فقط، وده بيأثر على النفسية. مش بس كده، لأ، ده كمان دخل في مجالات التعليم بشكل مبهر. دلوقتي في دروس تفاعلية بتخلي الطالب يعيش التجربة بدل ما يسمع عنها، زي إنه يزور موقع أثري أو يدخل جوه جسم إنسان ويتابع الدورة الدموية. بس لازم نفهم، ومش كل المحتوى هينفع ويتحول لتجربة افتراضية. وفي شركات بقت تعمل مكاتب افتراضية بالكامل. الموظفين بيشتغلوا من بيوتهم، لكن بيتقابلوا في مساحة عمل رقمية ويقدموا عروض ويتواصلوا كأنهم في نفس المكان. ودي خطوة ممكن تسهل حاجات كتير، لكن في نفس الوقت بتخلي التواصل الإنساني في الشغل أضعف. وحتى الفلوس كمان بقت موجودة في العالم الافتراضي. بقى في عملات رقمية وأراضي افتراضية ومشاريع وشركات كاملة شغالة فيه. بس في ناس بتكسب وناس بتخسر، ومش كل حاجة جوه العالم ده مضمونة، أو بمعنى أصح قانونية. طب هو العالم الافتراضي ده ممكن يكون بديل؟ رغم كل الإمكانيات العالم الافتراضي مش بديل، هو أداة مش هدف في حد ذاته. العلاقات الحقيقية والإحساس الصادق والتجارب الواقعية، كل دي حاجات لسه التكنولوجيا ما قدرتش تنقلها بالكامل. عشان كده لازم نتعامل مع العالم الافتراضي بوعي، ونستخدمه كأداة مساعدة فقط. عشان كده مهم جدا إن احنا نعرف حدودنا، ونفصل ما بين الواقع الحقيقي اللي عايشينه والخيال. وخلينا دايما فاكرين إن التكنولوجيا لازم تخدم الإنسان، مش تسيطر عليه.